ازيكم؟ النهاردة أنا عايز أتكلم مع الأخت الفاضلة الزوجة وأسألها سؤال بسيط جدا. دلوقتي الراجل جوزك ده أول ما تقدم لك كنت انت في قمة السعادة، وكان راجل برنس كده في نفسه كده ورومانسي، وبيجيب ورد وبيجيب شوكولاتة وبيجيب حاجات حلوة، وكان تحت ايديك يروح يروح وتعالى تعالى، وكل اصحابك بيحسدوك عليه، وبنت عمك راحت تعمل لك عمل عشان تفسخ الخطوبة، وكان حاجة ما حصلتش، وانت كنت بتصلي وبتدعي بتقول يا رب يا رب حافظ لي على الراجل ده. دلوقتي بعد سنتين 3 5 جواز، الراجل بقى واحد تاني خالص. الراجل بقى عطيك الطرشة، ولا بيسأل فيك ولا بيجيب لك ورد ولا بيقول لك حتى صباح الخير، وما بقاش طايق كلمة. كل لما تقطعي له البطيخ يقول لك انت مقطعه مثلثات، تقطعي مربعات يقول لك انا ما بحبش المربعات. وبقت حالته صعبة، وكأنه انقلب شخص تاني خالص. طيب هل هو اتغير بره؟ يعني اصحابه مثلا بقى بدأوا يسألوا بعض وايه اللي حصل للراجل دوت، وامه بتيجي تسألك بتقول لك الواد يا اختي اتغير، ايه اللي حصل له والكلام ده؟ لا، هو الراجل زي ما هو بره باب الشقة، الراجل زي الفل، ما اتغيرش في السنتين الثلاثة الخمسة اللي فاتوا. الراجل زي ما هو، راجل محترم وراجل لطيف وظريف مع الناس، بس اتغير معاكي انت. عملت فيه ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. الراجل كان وردة مفتحة، ايه اللي حصل له في السنتين 3 دول؟ ممكن تقولي لي انت عملت فيه ايه؟ انت كده التهمة لبساكي، انت بوظت الراجل ده. بس انا كالعادة عشان انا في صفك، انا هحاول اطلعك بريئة، واطلع المشكلة عند الراجل مش عندك انت. الراجل ده قبل ما يعرفك كانت كل الستات اللي في الدنيا احتمالات بالنسبة له. يعني ممكن يتجوز دي، ممكن يقابل دي، ممكن يبوس دي، ممكن يعمل علاقة مع دي، ممكن يكلم دي في التليفون او يكتب لها رسالة. فكل الستات كانت كلها احتمالات متاحة. مش متاح ان هو يقدر يعمل ده كله، هو غلبان اصلا يعني، هو بالعافية بنقول يا حيطة دارينا. بس هو في حساباته ان كل الستات دي كانت متاحة. فلما اتجوزك انت بقى، كل المولد ده اتفض. هو دلوقتي انت خدتي مكان الستات كلها. يعني انت حرمتيه بجوازه منك، اتحرم هو من الستات دي كلها. فبقى في شيء في قلبه كده ان انت سبب حرماني الجنسي من الستات دي كلها. هتقولي لي طب ما انا بقدم له جنس. هو الجنس ده كان ظريف ولطيف في البداية، بس بعد فترة كده هو عايز يشوف الدنيا فيها ايه. فانت بتبقي بالنسبة له يعني حاجة على صدره كده. خلي بالك دي اسرار والله، حتى الرجاله نفسهم ما يعرفوهاش، بس انا برسيكي على الفوله عشان احنا ايه، عايزين نظبطوا الدنيا مع بعض. فانت في نظر الراجل ده انت متهمه، انت اللي خاربه عليه. فتلاقيه بيصلبط لك، لا كانه كل يوم يعني ايه، انا اعطيكي اغلى ما املك، انا اعطيك النسوان، مضحي بالنسوان كلها عشانك، وانت تعملي الشاي مالح. شاي مالح؟ وفي حد بيعمل شاي مالح؟ حتى ملح في الشاي؟ لا، احنا بنقول لما الشاي يكون سكره قليل بنقول عليه مالح. ما اعرفش دي اسكندراني ولا ايه، او عامله الاكل ملح زياده. فهو مش بيتخانق عشان الاكل ملح زياده، هو بيتخانق مش كفايه ان انا سايب النسوان دي كلها والستات اللي بره دي كلها عشانك، وفي الاخر عامله لي الاكل مالح. فلما بتلاقي الراجل بيتخانق على حاجه بسيطه، هو مش بيتخانق على الحاجه البسيطه، هو اوريدي متعبي الازازه مليانه، فبتيجي النقطه الصغيره دي بقى بتخلي الميه تكب بره. فانت بقى الحل ايه بقى في الحته دي بقى؟ انك انت تقنعيه وتعرفيه وهو يشعر ان انت بتقدمي له حاجه تانية الستات التانية مش بتقدمها له، ومستحيل واحده فيها تقدم الحاجه دي زي ما انت بتقدميها. انا مش بتكلم على العلاقه دي لنا قاعده مع بعض، احنا لسه في بينا خناقات بقى على موضوع العلاقه ده عشان انت مقصره وشغلك مش عاجبني. خلينا نشوف القصه دي الاول. وعلى العموم انت مهما تقدمي له في العلاقه هو هيفضل جعان للستات التانية. مش معنى كده بقولك ما تقدميلوش، لا، انت هتعملي كل اللي عليكي وهتتعلمي حاجات حلوه تعمليها، بس المقصد انك عمرك ما هتملي الفراغ كامل. بس في حاجه انا عايزك انت تمليها كلها، اللي هي الموده والرحمه. عارفه انت فكره الموده والرحمه دي سمعتها قبل كده صح؟ مذكوره في القران. لازم تحسسي الراجل وتعرفيه ان انت مش مجرد زوجة للفراش وللطبيخ والغسيل، لا، انت بتقدمي له كتير.
مش كتير من وجهة نظرك، عشان كل ست بتعتقد ان هي بتقدم كتير، وهي في الحقيقة بتقدم كتير، بس الراجل ما بيشوفش الكتير ده. احنا عايزينك تقدمي حاجة الراجل يشوفها ويحسها. انت ربما تستهلكي من الصبح، تصحي الساعة 5 الصبح وتنامي الساعة 12 بالليل وما عدتيش على حيلك اليوم كله، بس الراجل ما شافش حاجة دي كله، ما شافش اللي انت عملتيه ده كله، بس ممكن يشوف بس الحضن اللي انت حضنتيه له وهو داخل من الباب، الكلمة الجميلة اللي انت قلتها له، هو ده اللي هيفتكره في اليوم ده كله. هو ما شافكيش وانت واقفة 5 ساعات بتطبخي وعمالة تلف في الكرنب وتعملي مش عارف ايه والمحشي والكلام ده. هو مش عارف قد ايه ان انت روحك طلعت من الاولاد عشان تذاكري معاهم وتعملوا لهم وتعلموهم حاجة. ده كله الراجل ما بيشوفوش، وحتى لما بيشوفوه بيعتبروا جزء من وظيفتك. وما فيش غالبا ما فيش راجل يقول لك شكرا انك بتعلمي العيال، او شكرا انك ما فيش حد يقول لك كده، لانه بيعتبر ده العادي، يعني ما انت عايزه تعملي ايه. انما الحاجه اللي الراجل بيحسها وبيشكرها حتى لو ما قالش بلسانه، هو بيشكرها وحاسسها بنفسه، المواد اللي انت تقدمها له. المواد دي هتعملها ازاي بقى؟ ورقه وقلم يا ست الكل، خليكي معايا. هتشكريه على اي حاجه تافهه بيعملها. لو ماسك كوبايه من هنا زحها هنا، قولي له يا صدق انت انقذتني، الكوبايه دي لو كانت فضلت محطوطه هنا كانت هتنفجر ويحصل فيها حاجه، انت انقذت البيت، انت انقذت البشريه. جايب بيتزا من بره، جايبها مجلده وحالتها بالعمى، قولوا له البيتزا دي جميله وانت احلى واحد بيجيب بيتزا في الدنيا. اعرفي اسامي اصحابه وقولي له صاحبك ده عمل ايه مع مراته، وصاحبك ده مش عارف ايه، خش في تفاصيله. عملت ايه في الشغل النهارده؟ كل ما يجي من الشغل يحكي لك، مش انت اللي تحكي له. في فرق جامد، اسمعيه. خليكي انت الحد اللي بيسمعه. كل ما يشوف حاجه بره يجي بالعجل، انت اللي بتسمعي منه، فبيحكي لك ايه اللي حصل. النهارده في الاتوبيس واحنا راكبين واحده عملت كذا كذا، فواحد اتخانق عمل كذا، يحكي لك القصه ومستني رد فعلك. ودايما خليكي في صفه، ما تغلطهوش ابدا. لما يزعل من اقل لها حاجه قول له معلش يا حبيبي حصل خير وبتاع، وانا اسفه وحقك عليا. والله يستاهل. الراجل تعبان وقرفان في حياته، وبعدين انت خدت منه النسوان كلها، فلازم تكفري عن الذنب ده. انا عارف انه مش ذنبك، بس لازم تكفري عنه. اخواتنا المسيحيين فاهمين اللي انا بقوله كويس، وعارفين ان الكلام ده ينفع يتقال في حاجات تانية. فانت بتكفري عن ذنب مش ذنبك، بس حظك ونصيبك. فانا عايزك تكوني امه واخته وبنته وصاحبه. عملت ايه في القهوة النهاردة؟ والله لعبنا دومنا انا وفلان وفلان وفلان. مين اللي غلب؟ اكيد انت. تقول لها لا والله اتغلبنا النهارده، ولا يهمك بكره بقى يا معلم، لما او بلاش بكره يعني واتيفر، لما تروح تاني بقى يا معلم تعوضها. هيجي بقى لما يغلب المره الجايه يجي يقول لك مش بقول لك انا غلبت النهارده وعملت كذا كذا. هتلاقي في تواصل حصل لا ارادي، ان هو عايز يجي من بره يقول لك ايه اللي حصل، مش يجي من بره يزق الباب ويرمي المفاتيح. ايه في حاجه على العشاء النهارده ولا ما فيش؟ نفس الاكل ونفس البتاع، اوكي انا اخش انام ما توجعش دماغي. شوف الفرق بين كده وبين كده. اسأليه الماتش اللي جاي امتى، اسأليه محمد صلاح هيلعب امتى لو هو متابع كورة، اسأليه ايه اللي حصل في الشغل، واعرفي اسامي الناس اللي في الشغل، عشان لما تقولي له فلان ده عمل ايه وانت خلاص عرفت بقى ان فلان دوت اللي ماسك اهينه وفلان ده اللي بيحبه، وتقولوا له طب ما تسأل فلان ده اللي بيحبك ممكن يساعدك في كذا. خش معاه في التفاصيل دي. خليكي انت صاحبه، وفي الحنية تبقى انت امه، وفي الدلع عليه تبقى انت بنته. والله الموضوع سهل، وانتوا سبحان الله ربنا خلقكم ان انتوا عفاريت بتعملوا كل حاجة. انتوا قرود، انتوا فيكم مواهب. والله مش بقول كده شغل تنمية بشرية وبتاع، لا انا اصلا مبهور من شخصية الستات ومن ذكائهم. وانا مؤمن بالفطرة ان كل الستات في العموم اذكى من كل الرجالة في العموم. طبعا في ست غبية جدا وفي راجل ذكي جدا، بس ما بتكلم في العموم الست اذكى كتير من الراجل. ولما بتحط حاجة في دماغها دونها الرقاب، يعني بص هتعملها يعني هتعملها. فانت حط في دماغك ان انت تشيل البغضاء اللي عند الراجل من انك حرمتيه من كل الستات اللي في الدنيا، تشتغلي على البغض، تحسي بالذنب كده وتشيلي دي من قلبه بقى، ان انت تقدمي له حاجات تانية. فلما يجي يفكر بعد كده ان هو يخونك او يتجوز عليك او يطلقك، الشر بره وبعيد يعني، يفكر 1000 مرة في الخسائر اللي هيخسر، مش الخسائر المادية، الخسائر النفسية، وازاي ان هو هيجرح حبيبته وصاحبته ويجرحها ويتجوز عليها او يخونها. ارجو ان تكون رسالتي وصلت